واخيرا بقى وصل الترند الجديد، ما احنا اللي عملنا نوتيلا ببسكويت العيد وعملناها كمان من غير ولا نقطة زيت. هينفع معاكي للسندوتشات والتورت والحلويات وكمان جميع الجاتوهات، وهتاكلي منها زي ما انت ما عايزة. هتنفع معاكي للدايت، حلوة جدا لان هو من غير ولا نقطة زيت. معانا هنا هوت بقى كوبايتين من بسكويت العيد المتكسر، ومعانا كمان كده طاسة على النار هننزل بكوباية من اللبن أو الحليب، وأربع معالق من الكاكاو الخام الأسباني، وكمان هننزل بمعلقتين من النشا، ومعلقة كده هوت كبيرة من قصنص البندق. طب لو احنا ما عندناش قصنص البندق هننزل بكيس نسكافيه بطعم البندق، هيديكي برضو نتيجة كويسة. هنبتدي ان احنا نحط المكونات دي كلها على بعضيها، وهنبتدي ان احنا نقلبها كده هوت مع بعضيها كويس جدا. وبعد كده هننزل بنص كوباية سكر حبيبات، وهنرجع برضو ان احنا نقلبهم كويس جدا مع بعضيهم لغاية لما نلاقي المكونات كلها اندمجت مع بعضها. انا مش عايزة اي تكتلات قبل حتى ما ارفعها على النار. بعد ما رفعناها على النار هتديني قوام زي قوام المهلبية بالظبط. هننزل كده بقى بنص كوباية من الشوكولاتة المبشورة. اول ما تبتدي تسيح معانا هنجيب كده بقى الخلاط بتاعنا ونركب الكبة بتاعتنا، وبعد كده هننزل بكوبايتين البسكويت علشان خاطر عايزين نطحنهم طحن ناعم جدا. هنحط زبدة، هنحط زيت، مش هنحط أي مادة دهنية خالص. هننزل على طول بالخليط اللي احنا عملناه اللي هو لسه سخن، أنا مش هسيبه يسقع ولا حتى هسيبه يدفى، أنا عايزاه يفضل سخن زي ما هو. هننزل بالخليط كله زي ما انتم شايفين كده على البسكويت، وهنبتدي بقى ان احنا نضربه ضربة لغاية لما الاقيه ناعم جدا معانا. شايفين البسكويت كان لونه فاتح طبعا عشان الكاكاو بتاعنا اسباني واصلي، اداني اللون النوتيلا الغامق. يعني انا مش عايزه كاكاو يكون لونه فاتح معايا، لا انا عايزه الكاكاو بتاعي يكون اسباني اصلي غامق علشان خاطر يديني لون النوتيلا المظبوط. شايفين شكلها تحفة وقوامها وريحة البندق فيها تجنن يا بنات. عندنا هنا بقى علبة خزين، اي علبة نوتيلا عندك هنقدر ان احنا نحطها فيها، وهتحطيها بقى في التلاجة. كل ما تحطيها في التلاجة كل ما هتتقل معاكي وهتديكي نتيجة حلوة جدا جدا جدا. هنا طبعا انا كنت حطاها نص ساعة بس، شايفين تقلت معايا والقوام بتاعها بقى حلو جدا ازاي. كل ما هتسيبيها في التلاجة كل ما تتقل معاكي. ما تنسينيش بقى بلايك واشتراك وكومنت حلو كده.